هذا سائل يسأل عن الاعتماد على الأبراج. والأسف الشديد، على الرغم ما تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع وتكلم غيري وانتشر الوعي، إلا أن ناسا ما زالوا مخدوعين بهذه الأبراج. والذي يزيد في انحرافهم أنه قد يعتمد على البرج في شيء فيوافق توفيقا أو نجاحا، فيظن هذا البرج هو الذي ساق له هذا النجاح أو ساق له هذا التفوق، وهذا خطأ. قد يبتليك الله عز وجل، يأمرك أن تتوكل على الله وحده وأن تستعين بالله وحده، ويخبرك أن تؤمن وتعتقد بأن لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ومع ذلك تخالف. فقد يفتنك الله عز وجل، يعني يختبرك. الله خلقنا للاختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأخبرنا بأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن الأمر كله بيد الله، وأنه جل وعلا هو الذي يبسط وهو الذي يقبض وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، ثم بعد ذلك يبتلي العباد. فالأصل المسلم أنه يعتقد ويؤمن بأن الأمر بيد الله ولا يعلم الغيب إلا الله. والأصل في المسلم أنه يتوكل على الله وحده سبحانه وتعالى فيما يرغب أن يحقق الله له، وفيما يرغب أن يدفع الله عنه من الضر. أما أن يعتمد على الأبراج، الأبراج ماذا تصنع؟ الأبراج مخلوقات، وكثير من الناس يدعي أن هذا البرج سيفعل كذا، وإذا تزوجت واحدة برجها كذا ستوفق، وإن تزوجت كذا لن توفق. كله كلام باطل من كلام الجاهلية. هذا كله اقتباس من النجوم. النجم هذا مخلوق خلقه الله عز وجل زينة للسماء، وخلقه الله عز وجل لمعرفة الجهات، وبالنجم هم يهتدون، وخلقه الله عز وجل رجوما للشياطين. هذا ما ذكر الله لنا في كتابه. فهو لا يؤثر ولا يفعل ولا يصنع ولا يوفق ولا يمنع ولا يضر، مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فلا يجوز التعلق به. نعم، التعلق به نوع من الكفر، نوع من الشرك، نوع من النفاق، نوع من الاعتقاد الفاسد بأن النجم يصنع أو يفعل أو يوفق أو يضر، أو أنه سبب لذلك وهو ليس سببا، لم يجعل الله سببا. هذا خلاف ما ذكر الله في كتابه عن النجوم: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذان سببان يعني من أسباب خلق الله للنجوم: زينة السماء ورجوما للشياطين. وقال في آية أخرى: وبالنجم هم يهتدون. فلا نتجاوز ما قال الله عز وجل في أمور لا نعلمها، والله له حكم في خلقه لا نعلمه، لكن هذا الذي أخبرنا الله عز وجل عنها في كتابه، والله الموفق.